بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا حيث اليوم الأول لحساب الجولة التاسعة ضمن منافسات دوري نجوم العراق موسم 2025-26، وتحديدا هنا حيث العاصمة بغداد بأرضية ملعب المرحوم شرار حيدر، ولقاء القمة ما بين أسود العاصمة أمانة بغداد الفريق المنتعش بالانتصارات القادم من انتصارين، والقيثارة الجريح المثقل بالهموم نادي الشرطة القادم من 3 خسائر منها خسارتين آسيوية وواحدة محلية قبل أيام قليلة أمام نادي الطلبة. فهل يصحح الشرطة المسار اليوم أم سيبقى أسود العاصمة بنتائجه الإيجابية والمميزة؟ على بركة الله تنطلق صافرة حكم اللقاء أحمد قاسم. تحياتي لكم من منصة التعليق. حسين سمير واصفا لهذا اللقاء. إذن الطاقم التحكيمي بقيادة أحمد قاسم حكم أول، يساعد أمير داود ومصطفى عبد الرزاق، الحكم الرابع علي ميثم. أما بغرفة الفيديو علي أحمد. إذن من يمين الشاشة بألوانه الخضراء المعتادة نادي الشرطة، ومن يسار الشاشة بالألوان البيضاء أمانة بغداد. مواجهة ما بين المصري مؤمن سليمان وأحمد خلف اللي يقود ثاني مبارياته مع أمانة بغداد بعد الانتصار المهم على فريق نوروز بنتيجة 1-0. إذن الشرطة وأمانة بغداد قمة من قمم الجولة التاسعة، والمخالفة الآن لم يعطونا الوقت لنذكر تشكيلة الفريقين لنشاهد هذه الكرة اللي نفذت ووصلت إلى السوري محمود المواس وبعدها تحولت إلى ضربة ركنية. إذن مؤمن سليمان يبدأ بخياراته المميزة كالعادة. أحمد باسل بحراسة المرمى، الخط الدفاعي أحمد يحيى، مناف يونس، مصطفى سعدون، حسين علي، عبد الرزاق قاسم، دومينيك مندي، عبد المجيد أبو بكر، ليونيل أتيب، حسين جبار، محمود المواس. بالجهة المقابلة بحراسة المرمى وسام علي، حيدر سالم، أيمن رزيج، عبد الله خلف، لامين ساماتا باختيار كوسيموف، وزيدان عبد الجبار، عباس ياسين، بنو فلافيو، جبار كريم، ومحمود أحمد. هكذا هي الخيارات بالنسبة لأحمد خلف. الكرة عالية خطيرة لكنها أبعدت وعادت إلى محمود المواس المتخصص لتنفيذ الكرات الثابتة. محمود المواس والإبعاد من جبار كريم. بالمناسبة جبار كريم هو اللي سجل الهدف الوحيد، هدف الانتصار على فريق نوروز هنالك في ملعب نوروز لأمانة بغداد. مرور ممتاز الآن، تمريرة لا زالت الشرطة ببداية قوية، ضغط شرطاوي لكن تسديدة بعيدة من حسين علي تحولت إلى خارج الملعب. أشياء كثيرة، مواجهات قمة دائما ما تحضر ما بين الفريقين، لكن بالمواجهات الأخيرة أتحدث عن آخر 4 مواجهات انتصر الشرطة بكل المباريات الأربعة. الموسم السابق انتصر الشرطة على أمانة بغداد 2-1، أيضا المباراة الأخرى بنتيجة 2-1، والموسم ما قبل السابق انتصر الشرطة 2-0 و3-1. آخر من سجل للشرطة في شباك أمانة بغداد هو اللاعب لوكاس سانتوس لاعب الكهرباء حاليا، وآخر من سجل لأمانة بغداد كان محمد خالد شفال. إذن كرة أبعدت إلى رمية جانبية. الشرطة يعيش فترة من الفترات الصعبة، أتحدث عن بطل الدوري بآخر 4 مواسم على التوالي، يعيش بفترة صعبة وخسائر متتالية ونتائج يبحث من خلالها اليوم عن تصحيح المسار. لكن أمام فريق السهل، إن كنت تظن بأن أسود العاصمة فريق سهل فأنك خاطئ عزيزي المشاهد. فريق متمكن يمتلك عناصر جيدين ممتازين، قادم من انتصارين على فرق كبيرة. تحدث عن انتصار فريق أمانة بغداد على الطلبة، وآخر مباراة انتصر على فريق نوروز. لكن الشرطة اليوم يدخل بخيارات. مؤمن سليمان المصري يريد أن يقدم بصمته كما شاهدناه بالمواسم السابقة. كرة تلعب إلى الطرف الأيمن، المواس يختار العودة إلى مصطفى سعدون، البحث عن التمريرات. مناف يونس من الجهة اليسرى، نقلة سريعة لعبد الرزاق، بعد ذلك وصلت من الجهة اليسرى، غادرت بعيدة هذه الكرة إلى مصلحة أمانة بغداد. أحمد خلف اللي وصل خلفا، هذا اللي أمامك بالصورة المدرب أحمد خلف اللي وصل خلف المدرب عصام حمد اللي قدم استقالته من تدريب أمانة بغداد. عندنا أحمد خلف القادم من القرمم، المباراة اللي قادها مساعدة وسام طالب قاد الفريق للانتصار على الطلبة 2-1، وبذلك الرأسية لعبت بهذه الأثناء. لا زالت حاضرة وسط الملعب، بداية القوية للكتيبة الخضراء، جولة تاسعة وبدايتها اليوم أول أيامها
ضغط المباريات بالدوري سيكون حاضر منذ الأسبوع القادم. إذا نعيش آخر أيام عام 2025. تمنيين للشعب العراقي وكل الأمة الإسلامية أن تكون السنة القادمة سنة خير ونجاحات ومحبة وأمان على عراقنا الحبيب. أيضا تلعب الكرة بوسط الملعب، تمريرة تعود إلى الخط الدفاعي. مناف يونس، تمريرة تصل بوسط الملعب. عبد المجيد أبو بكر اللي غاب المباراة السابقة يعود اليوم، سيساند الخط الدفاعي. مؤمن سليمان وخياراته بالنسبة للخطوط الدفاعية. بعد ذلك تصل من الطرف الأيمن عن طريق الخط الدفاعي بالنسبة لأمانة بغداد. التسليم والاستلام بنو فلافيو. الله على اللاعب الأنغولي بنو فلافيو. بالمناسبة نتحدث عن فلافيو اللي سجل هدف الانتصار على فريق القاسم وسجل على الطلبة. أيضا هنا المخالفة على ما أعتقد، أو لا هذا المرور الجميل عن طريق اللاعب بنو فلافيو. وبذلك الأجواء بدأت تتحرك الآن. مشاهدينا ومتابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي والكرات العالية، لكنها مرت إلى خارج الملعب، تحولت باللقطة الماضية، مرت على أيمن رزيج اللي كان أمامك بالصورة. تلعب الآن تمريرة سريعة وصلت دومينيك مندي يحاول للبحث عن المساحة لكنها طالت، أو هذا الكاميروني ليونيل أتيبا. بعد ذلك الكرة لعبت على الطرف الأيمن، هل يلحقها أو لا؟ نعم تمكن، لكن بذلك الكرة إلى خارج الملعب. مرت عليك يا مصطفى. هذا هو المصري مؤمن سليمان صاحب 52 عام، 3 ألقاب دوري مع الشرطة، 2 كأس عراق مع الشرطة والقوة الجوية، ولقب سوبر مع الشرطة. هذا رمية جانبية. جماهير القيثارة في ظل النتائج السلبية لكن حاضرون في أرضية الملعب لمؤازرة الفريق. بكل الظروف دائما لا يجب أن يكون العاشق والمحب والمؤازر. لكن مرتدات جبار كريم، انطلاقا لأمانة أسود العاصمة، هل يزأر بالبداية؟ تمريرة لكن لمسة يد يؤكدها الحكم أحمد قاسم ويعلن عن المخالفة لمصلحة أمانة بغداد. كرة اللي ارتطمت بيد اللاعب دومينيك مندي اللاعب السنغالي، هذا اللي أمامك بالصورة جبار كريم اللي كان يبحث عن انطلاقا للبحث عن هدف أول. لكن لا زلنا بأول لحظات اللقاء، لا زلنا بالدقيقة 7 من شوط اللقاء الأول، والمخالفة الآن لأمانة بغداد. هذا الملعب الجميل اللي يتسع ل 5150 مقعد بمسماه الجديد ملعب المرحوم شرار حيدر، هذا الاسم الكبير رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته. قدم الكثير والكثير لنادي الكرخ. تحدث ايضا لا يجب ان ننسى بان نورس العراق الطائر احمد راضي لا ينسى وهو يعيش في قلوب كل العراقيين. وبذلك الان هذا هو باختيار كوسيموف. الله يا ساتر يا ساتر، تصويبه من اوزبكستان لباختيار كوسيموف يسجل اول اهداف اللقاء. هدف بغدادي باقدام اوزبكستانيه. نعم هدف جميل لاسود العاصمه. هنا امانه بغداد. نحن نقارع الكبار وسنثبت ذلك للجميع. هنا امانه بغداد. نعم لم يكن الانتصار على الطلبه صدفه، ولم يكن الانتصار على نوروز صدفة. هنا أسود العاصمة وبأقدام باختيار كوسيموف. الله باغتت أحمد باسل، كرة ساقطة جميلة. نعم غيرت نعم الرياح مجرى الكرة، وكانت صعبة على الحارس أحمد باسل. أي تصويبة وأي هدف وأي مفاجأة وأي سبرايز قدمها أمانة بغداد على الشرطة. وازدادت الصعوبات على القيثارة الخضراء. وهدف أول بالدقيقة 8 من شوط اللقاء الأول. أيضا الآن هل نشاهد ردة فعل شرطاوية بهذه الأثناء؟ وبذلك الكرة من الطرف الأيمن باختيار كوسيموف، والكرة وصلت
إلى رمية جانبي. لعبت الكرة بصورة سريعة بوسط الملعب. الشرطة اللي استقبل مفاجأة سريعة كانت بالدقيقة الثامنة من تصويبة من ركلة حرة مباشرة ولا أروع، وبذلك الكرة من الطرف الأيمن، استلام وترويض للكرة بصورة مميزة نصر قاسيون السوري محمود المواس، وبذلك الكرة لعبت إلى وسط الملعب. دومينيك مندي اللي يختار العودة إلى عبد المجيد إلى مناف. سلسلة من التمريرات السريعة. أصبح متأخر الشرطة، يجب أن يكثف جهوده، هذا ما يريده أبناء المدرب مؤمن سليمان. عودة من مناف إلى أحمد باسل، تمريرة سريعة من الطرف الأيمن، وبذلك انطلاق الآن. الشرطة متأخر من البداية والكرة لعبت. هذا هو السلم الترتيب. أربيل بالصدارة، لكن بعدما انتصر ديالا على القاسم قبل قليل أصبح هو بالمركز الثاني. إذن أربيل غدا يواجه نفط ميسان، هو لا زال محافظ على صدارة سلم الترتيب، وبذلك الكرة لعبت الآن. الشرطة والعشر دقائق الأولى، والعاشقين والمحبين على المدرجات لا زالوا يؤازرون، لكن لا ننسى وقد قلت لكم إذا تذكرتم كلامي بالدقيقة الثانية أو الثالثة بأن أمانة بغداد فريق صعب، فريق يمتلك عناصر جيدة، وهذا ما حصل. وحضر باختيار كوسيموف ليسجل هدف جميل من ركلة حرة مباشرة سجلت ولعبت بأجمل صورة. هنا المرور، لا زال التحضير، تمريرة وصلت، لا زالت الآن الشرطة إلى مندي، دومينيك مندي، يسارية عالية تترك إلى خارج الملعب. بعيد الكرة مرت على السنغالي دومينيك مندي. بنفس التوقيت نذكركم مشاهدينا متابعينا تلعب مباراة فريق القوة الجوية ودهوك، وأيضا نتيجتها 1-0. دهوك تقدم على القوة الجوية بهدف اللاعب بيتر غورغيس. الشرطة متأخر بفارق هدف، القوة الجوية متأخر بفارق هدف. أي بداية لحساب الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق. دورينا ممتع مميز. نعم سنشاهد ضغط مباريات بالأيام القادمة من أجل أن ينتهي الدوري بوقت الرسمي، لكن الآن الكرة تصل لأحمد يحيى اللي يقف على كرته بهذه اللحظات. تلعب إلى مناف. الشرطة يعيش فترة صعبة، وأمانة بغداد يعيش فتراته المميزة، يريد انتصار ثالث على التوالي. كرة قطعت باللقطة الماضية، وصلت لأمانة بغداد من الجهة اليسرى. انطلاق الآن، البحث عن هدف ثاني، لكن الكرة اصطدت وإلى رمية جانبي. حديث أيضا موجود، هذا هو زيدان عبد الجبار اللي سجل هدف على نفط ميسان. وبذلك الكرة الآن نذكركم بأن الشرطة بالمركز الرابع برصيد 15 نقطة مع مباراة مؤجلة أمام الزوراء. أمانة بغداد بالمركز 12 برصيد 12 نقطة. لكن هنا الخطوات، الوان-تو، التمريرات الجميلة، لكن استخلاص للكرة باللقطة الماضية، وبذلك لا زالت هنا الكرة. هنا انطلاق من اليسار للبحث عن حسين علي يلعب كرة عالية. مخالفة من الأولى، هي مخالفة من الأولى. وسلامات. الحديث عن مواجهات الفريقين منذ عام 2011، هذه هي المواجهة رقم 26، وتاريخيا الشرطة يتفوق على أمانة بغداد. نتحدث عن 17 انتصار للشرطة مقابل 3 انتصارات لأمانة بغداد و5 تعادلات ما بين الفريقين. ضمن هذه المواجهات 25 54 هدف حضر ما بين الفريقين، 38 هدف للشرطة و16 هدف فقط لأمانة بغداد. هكذا هي الإحصائيات والأرقام، تتكلم الأرقام والتاريخ بأفضلية الشرطة. لكن اليوم نحن بالحاضر نعيش الواقع. أمانة بغداد متقدم حتى اللحظة على فريق الشرطة. لعبت الكرة، ممكن التعادل. مصطفى سعدون، تمريرة سريعة، لا زالت القيثارة، لكنها مرت إلى خارج الملعب. أول وصول حقيقي
أول تهديد مباشر على مرمى الحارس وسام علي، والكرة مرت إلى خارج الملعب. شوفها بالإعادة، التمريرة اللي وصلت من مصطفى سعدون بعدما استخلصت، وهنا التصويبة اصطدت باللاعبين أمانة بغداد وتحولت إلى خارج الملعب. أجواء جميلة بدأت تتحرك أحداث اللقاء، رأسية أبعدت، أمانة بغداد يبحث عن مرتدة لإضافة هدف ثاني، لكن الشرطة يطمح لأن يسجل هدف التعادل من أجل عودة الثقة في قلوب لاعبين القيثارة. هذا ما يريده لاعبين الشرطة. لكن أمانة بغداد الله على التمريرة، طالت على الكاميروني ليونيل أتيبا بالمناسبة سجل هاتريك على الكناري على الكرخ. أحمد يحيى يتفوق باللقطة الماضية، وبذلك الكرة تصل بوسط الملعب. استحواذ وسيطرة شرطاوية وتقدم لأمانة بغداد. كرة القدم تعتمد على النتائج ليس على الاستحواذ والوصول، فهل يريد القيثارة أن يعود؟ فلا زال هنالك أوقات طويلة، ممكن يسجل أمانة بغداد هدف ثاني، ممكن يسجل الشرطة التعادل، ممكن ينتهي الشوط الأول هدف مقابل لا شيء. كل شيء وارد. دورينا صعب تتوقع نتائجه، دورينا دائما ندية موجودة ومنافسة مباشرة من كل الفرق اللي تتواجه بكل الجولات. كرة تلعب الآن من الطرف الأيسر، هذا حسين علي اللي ينطلق، لكن بعيد على حسين علي، بعيدة على حسين علي، وفيها راية، هي من البداية فيها راية وتسلل. هذا هو حسين علي. تحدث عن اللاعب حسين علي اللي لعب للصفاقسي التونسي ولاعب للزوراء ونادي قطر القطري مع الشرطة. الآن نشوفها بالإعادة من هذه الزاوية، صعب أن تشاهدها هل كان متسللا أو لا، لكن بالمجمل أكدها الطاقم التحكيمي بأن هنالك راية. إذن أمامك بالصورة وسط العاصمة الحبيبة بغداد، وهذا الصرح الرياضي الجميل والأجواء المميزة لحساب الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق ما بين الشرطة وما بين أمانة بغداد أسود العاصمة. بالمناسبة من يلقب فريق أمانة بغداد بأسود العاصمة بنفس التوقيت يلقبهم قاهر العمالقة. هذا ما عرف به لاعبي أو نادي أمانة بغداد أمام بطل الدوري بآخر 4 مواسم على التوالي، صاحب ال8 ألقاب عبر تاريخه. وهنا الكرة لعبت من الطرف الأيمن للشرطة، لكن الكرة اصطدت ويتركها المواس لأنه كان متسللا، يتركها محمود. المواس غير راضي تماما. قلت لكم بأن الفترة الأخيرة فريق الشرطة يعيش بفترات صعبة، يعني آسيويا اللي لعب 6 مباريات لم يحقق ولا انتصار، 5 مرات خسر ومرة واحدة تعادل مع الست. مركز ال11 برصيد فقط نقطة واحدة، وآخرها كانت الخسارة من الأهلي. وبذلك العودة الآن بوسط الملعب، يريدون استعادة الثقة محليا. فريق الشرطة الفريق الوحيد اللي حقق الدوري 4 مرات على التوالي عبر التاريخ، يبحث عن الميجا هاتريك، لكن في ظل هذه الظروف الصعبة لا زلنا ببداية الموسم، ستكون منافسة شرسة ما بين الفرق حتى اللحظة. نتحدث عن نادي أربيل المتصدر سلم الترتيب، وبالمركز الثاني أيضا نادي ديالا والقوة الجوية والزوراء. كل الفرق مميزة وتتنافس بروحية عالية، وكل الفرق لديها عناصر جيدة، كل الفرق لديها ملاعب ممتازة، كل الأمور متوفرة لكل الأندية من أجل تقديم إلا ما رحم ربي. لا يجب أن ننسى ما يحصل مع نادي القاسم أبناء محافظة بابل. أتمنى أن تصل المناشدات وأن تصل الحلول لهذا النادي العريق اللي دائما ما كان مميزا بإضافته لدوري نجوم العراق، وشاهدناه الموسم السابق قدم نتائج جدا جميلة بالأخص أمام الفرق الجماهيرية، لكنه بهذه الفترة يعاني فريق القاسم، ومنظر مؤسف أن تشاهد فريق القاسم يعاني بهذه الطريقة. نتمنى لمن يهمه الأمر أن يلبي المناشدات ويلبي كل هذه الكلمات اللي شاهدناها بآخر جولتين على مستوى دورينا. فريق القاسم يعاني، ونتمنى بأن يعود إلى سكة الانتصارات وإلى وضعه الطبيعي.
ايضا الكرة تلعب دقيقة 20 ولا زال الشرطة متأخر بفارق هدف امام امانة بغداد بهدف باختيار كوسيموف اللاعب الاوزبكي اللي سجل هدف جميل من ركلة حرة مباشرة. وبذلك الكرة تلعب الآن بخارج القدم على الطرف الأيمن، رأسية لا زالت، الخطوط الدفاعية لا زالت متماسكة بالنسبة لفريق أمانة بغداد. تعود الكرة من الطرف الأيمن، تمريرة لا زالت. هنالك مخالفة على ما أعتقد يؤكدها حكم اللقاء، لا يطالب باستمرارية اللعب. سيان جبار هو اللي كان مستلقي على أرضية الملعب، وبذلك الكرة لعبت إلى مناف يونس. مناف الآن سريعة لعبد المجيد أبو بكر، خطوط الدفاعية بالنسبة، شوف هذه بالإعادة تدخل على اللاعب سيان جبار، وبذلك سلسلة من التمريرات اللي لا زالت مستمرة لفريق الشرطة اللي لا زال متأخرا مع تراجع ملحوظ لفريق أمانة بغداد، وهذا الشيء طبيعي، فريق متقدم بفارق هدف يريد المحافظة على هذا التقدم. وبذلك نشاهد الله 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 انطلق الآن محمود المواس، والكرة مرت. ماذا يؤكد حكم اللقاء؟ مرت الكرة بعد العرضية السريعة، وهنا الحديث ما بين اللاعبين أيضا. هذا هو محمود أحمد اللي لعب لنفط البصرة وفريق الحدود والنفط. أيضا الكرة للحارس وسام علي. و20 دقيقة مرت وانقضت حتى هذه اللحظة، الأمور لا زالت، والتحضيرات. شوف هذه اللقطة اللي تدخل فيها اللاعب محمود أحمد، ولا زلنا ننتظر ونشاهد. كرة على اليسار عالية والأقرب الاستلام، ترويض الكرة على مستوى الصدر باللقطة الماضية. الله الله الله، لكن لم تكتمل للاعب بنو فلافيو. كرة عادت بوسط الملعب، انطلق دومينيك مندي، تمريرة يسارية عالية على اليسار. الآن الكاميروني لا زال ليونيل أتيبا والكرة لا زالت لحسين علي، دخول عرضية اصطدت وإلى ضرب ركني. أي لحظات بدأ يتحرك الشرطة الآن، وأيضا الخطوط الدفاعية. هذا اللي أمامك بالصورة لامين ساماتا من غامبيا. وعلى التنفيذ الآن ضربة الركنية الرابعة لفريق الشرطة من دور ركنية حتى اللحظة فريق أمانة بغداد. أيضا على التنفيذ القيثارة والكرة العالية، وسام علي يتدخل، ولا زالت الرأسية داخل منطقة الجزاء. الله لكنها بأحضان حارس المرمى وسام علي. الأجواء لا زالت صعبة على فريق الشرطة. بنفس التوقيت قلت لكم بأن القوة الجوية يستضيف دهوك بملعب المدينة، ودهوك متقدم بهدف نظيف على القوة الجوية، وهنا أمانة بغداد متقدم على الشرطة. لا زلنا ننتظر، لا زلنا نشاهد، لا زال هنالك الكثير والكثير في هذا اللي. تمريرة لعبد المجيد أبو بكر لعبد الرزاق قاسم بوسط الملعب. سيان جبار، تمريرة مميزة ذكية، لكن هنا تسرع مصطفى سعدون، والكرة تعود لمصلحة أمانة بغداد. عملية الانتظار، زيدان عبد الجبار يلعب كرة عالية لجبار كريم، لكن أحمد باسل هو الأقرب. أحمد باسل، كرة لعبت لأحمد يحيى. الشرطة لا زال يعاني، ليس فقط بهذه المباراة بل حتى بالجولات السابقة كان يعاني. ماذا سيفعل مؤمن سليمان للبحث عن الحلول، للبحث عن العودة؟ فجماهير الشرطة تعودت على الانتصارات. تتحدث عن الشرطة اللي بالموسم السابق حقق اللقب برصيد 87 نقطة، يعني نتكلم عن 26 انتصار، خسر فقط 3 مباريات. تحدث عن موسم 2024. لكن هنا الكرة اللي لعبت جبار كريم، مواجهة لا زالت، انطلاقة، ولكن أحمد يحيى يتدخل بهذه اللحظات. تمريرة سريعة لعبت. يعني الموسم السابق فريق الشرطة خسر فقط 3 مباريات، خسر من زاخو مباراتين ذهاب وإياب، وخسر من الزوراء. باقي المباريات تحدث عن 26 انتصار و9 تعادلات و3 مباريات خسر فيها فقط. أما هذا الموسم الأمور تغيرت. اللحظة خسر من أربيل وخسر من الطلبة. وهنا الكرة العالية تلعب
بهذه اللحظات من الجهة اليمنى. مصطفى سعدون يطالب المخالفة، لكن حكم الراية قريب جدا ويقول له العب. هكذا هي الخيارات والقرارات التحكيمية تترك للطاقم التحكيمي. سلامات لمصطفى سعدون، سلامات. وهنا مطالبات أيضا حديث أيضا من حكم اللقاء. وهنا جبار كريم بالمناسبة، هذه اللي طالب من خلالها مصطفى سعدون. تدخل كان عن طريق اللاعب عبد الله خلف، لكن حكم اللقاء طالب باستمرارية اللعب. كرة من اليسار غادرت إلى رمية جانبية. أحمد خلف مدرب الفريق يعطي التوجيهات من على خط التماس. هذا هو مصطفى سعدون بكرة لا زالت. تحدث عن مصطفى سعدون اللي لعب للقوة الجوية والكهرباء ونادي الحسين وبدأ مع فريق الصناعة. كرة بوسط الملعب الآن تلعب من الجهة اليسرى. مناف عملية الإرسال من الطرف الأيمن لعبد المجيد، يلعب بالنار عبد المجيد. وهنا فرصة لهدف ثاني. أسود العاصمة أمانة بغداد، انطلاق الآن. هدف ثاني فلافيو، لكنها ضاعت. سيندم أمانة بغداد على هذه الفرصة، سيندمون على هذه الفرصة. وهنا الكرة لعبت من الطرف الأيمن، مرت إلى خارج الملعب. رمية جانبية تلعب بهذه اللحظات. وكرة بوسط الملعب لمصلحة دومينيك مندي اللاعب السنغالي بكرة لعبد الرزاق. الله 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 الله، لا زالت نبدأ إتاحة الفرصة. عبد الرزاق والتصويبة، لكنها بمحاذاة القائم الأيمن لحارس المرمى وسام علي. هذا الكرة إلى خارج الملعب. الشرطة لا زال يبحث عن التعادل، لكن أي فرصة أهدرت بهذه اللقطة. تحدث عن فرصة أمانة بغداد، يعني انطلاقة كانت موجودة وبنو فلافي ولم يستغلها. هنا المواس ينتظر أن يعود إلى مستواه المعهود. والكرة اللي لعبت بهذه اللحظات بكرة لا زالت يبحث من خلالها فريق الشرطة أن يسجل هدف التعادل. هنا المواس، لكن وسام علي هو موجود باللقطة الماضية. نشاهد الآن توجيهات موجودة أيضا على خط التماس من كلا المدربين مؤمن سليمان وأحمد خلف، لكن الأمور لا زالت صعبة على فريق الشرطة تحديدا. أمانة بغداد المتقدم لا زال يدافع بصورة مميزة، يلعب على المرتدات، يعتمد على أخطاء المدافعين بالنسبة لفريق الشرطة. لكن هنا محمود أحمد خلف وتوجيهاته. أحمد خلف اللي سبق وأن درب الطلبة والديوانية الجوية ونفط ميسان والنجف ودهوك والقرمد، والآن هو بمهمة مع أمانة بغداد. نشاهد الآن بكرة للخط الدفاعي. عبد المجيد إلى مناف يونس بتمريرة تحولت من الطرف الأيمن، لا زالت في وسط الملعب. التكتلات الدفاعية، هل يجد الشرطة الثغرات للوصول وإضافة هدف التعادل؟ هذا محمود المواس كان بالرقم 6 لأمانة بغداد. أيضا محمود المواس على التنفيذ. هل ما في حيرة من أمره مؤمن سليمان، في حيرة من أمره. هل الكرات الثابتة هي الحل بالنسبة للقيثارة؟ هل الكرات الثابتة هي الحل؟ رأسية وسام علي الماضية، وبذلك هنا عملية التصدي. وسام علي لعبت في هذه اللحظات. وكرة من الطرف الأيمن. فلافيو عرضية سريعة. وهنا عبد المجيد إلى مناف. وكرة لعبت في وسط الملعب. عملية البحث عن أي مساحة تذكر وعن أي خطأ في وسط الملعب. هذا ما يريدونه، هذا ما ينتظرونه. والكرة فيها مخالفة يؤكدها حكم اللقاء أحمد قاسم. شوفوا بالإعادة تدخل على اللاعب السنغالي
دومينيك مندي. وبذلك هذه اللقطة، هذه فرصة كانت كفيلة بأن يسجل أمانة بغداد ثاني الأهداف، لكن تأخر فيها وأهدرت بصورة غريبة في اللقطات الماضية. وبذلك الكرة تلعب الآن لفريق الشرطة، هذا هو أتيبا ليونيل، لكنها إلى خارج الملعب. كرة مرت إلى خارج الملعب، والكل لا زال يترقب، الكل لا زال ينتظر. بعد هنالك يا محمود أحمد. سليمان يعيش فترة صعبة بالجولات الماضية، يعني بغض النظر عن الخسائر الآسيوية، تحدث عن المحلية. هنا كرة تلعب رأسية وسام، وخطيرة كانت، لكنها مرت قريبة جدا على مرمى الحارس وسام علي يتصدى الكرات الثابتة. شوف هذه الضربة الركنية اللي نفذها المواس، والرأسية من حسين جبار، لكنها مرت. وبذلك ضربة ركنية أخرى، هنا القيثارة بكرة عالية تنفذ، والرأسية، لكن هنالك الصافرة يؤكدها أحمد قاسم، مخالفة لفريق أمانة بغداد. تدخل على اللاعب حيدر سالم. بالمناسبة هذا اللاعب حيدر سالم قدم موسما جميلا الموسم السابق مع فريق الميناء. حيدر سالم بالرقم 16. وبذلك هنا الرأسية، تدخل من مناف على رأس اللاعب حيدر سالم، وهي مخالفة أكدها حكم اللقاء أحمد قاسم. حيدر سالم ينهض لمتابعة اللعب، نصف ساعة مرت وانقضت بصورة سريعة. صراحة المباراة مستمرة ولا زالت الهجمات حاضرة ما بين الفريقين. هنا لمسة اليد حاضرة باللقطة الماضية. ننتظر أحمد باسل بكرة نفذت بصورة سريعة من الطرف الأيمن. الشرطة يعلم تماما مدى صعوبة هذا اللقاء، لكنه لا زال متأخرا حتى اللحظة. كرة تعود بوسط الملعب بخارج القدم، لا زالت لمناف. عندما تكون الكرة على الهجومية 3 مدافعين متراجعين. بالنسبة للشرطة كرة عالية لمصطفى سعدون، الظهير الأيمن يحاول لأن يجد السبيل، لأن يجد الثغرات، لأن يجد الحلول، لكن عودة مرة أخرى. تسليم الآن، استلام الكرة للبحث عن المساندة. الاستحواذ 60 للشرطة مقابل 45 لأمانة بغداد، لكن هنا الكرة لا زالت بوسط الملعب. هنا الخطأ ممنوع، أي خطأ يعني مرتدة بكرة لدومينيك مندي إلى السوري. هذا هو محمود المواس، عالية الكرة خطيرة، لكنها لعبت. وهنا الصافرة أحمد قاسم يؤكد بهذه اللحظات، يؤكد المخالفة على ما يبدو نفس اللاعب محمود أحمد. سلامات. بالمناسبة فريق الشرطة حتى هذه الجولة سجل 10 أهداف، بينما أمانة بغداد سجل 9، والهدف اللي سجلوه اليوم هو الهدف العاشر بالنسبة لأمانة بغداد. مؤمن سليمان. بالمناسبة مباريات الفريقين لحساب الجولة العاشرة اللي ستنطلق يوم الأحد بإذن الله تعالى مطلع العام المقبل. الشرطة سيواجه زاخو، وأمانة بغداد سيواجه دهوك. منافسات ستكون قوية مليئة بالندية بالحماس ما بين كل الفرق. شاهد وننتظر الآن. كرة لعبت بصورة سريعة من الطرف الأيمن، تلعب على الطرف الأيمن الآن. محاولة والبحث محمود المواس. ينتظرون الآن فريق الشرطة أن يعدلون النتيجة. بالكرة من الطرف الأيمن لا زالت إلى دومينيك مندي. الله 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 الله، جول أو ماذا؟ هنالك راية على ما أعتقد. نعم هنالك راية. حسين علي كانوا قريبين الشرطة من إضافة هدف التعادل، لكن هدف أبيض لم يحتسب. شوفها بالإعادة. الراية هنا تمريرة غيرت مسارها والتصويبة، لكن تشيكينج جول. ننتظر.
أحمد قاسم والحديث مع غرفة الفيديو علي أحمد. خلينا نشوفها بالإعادة، خلينا نشوفها بالإعادة. الحديث لا زال مستمر، الكلام لا زال مستمر. تشيكينج جول. أحمد قاسم والحديث مع غرفة الفيديو. لنشاهد حديث والأعصاب والتوتر اللي لا زال مستمر. تشيكن جول. دقيقة السادسة والثلاثون ولا زال التقدم لأمانة بغداد بهدف نظيف سجل الأوزبكي باختيار كوسيموف. وهنا تشيكن جول. المشاهدة بالإعادة. حتى اللحظة حديث لا زال. أحمد قاسم وعلي أحمد، ما هو القرار؟ لننتظر. أحمد قاسم وعلي أحمد والحديث اللي لا زال. هل الهدف صحيح أم هنالك راية على المواس؟ هل الهدف صحيح أم هنالك راية على محمود المواس؟ لنشاهد. ماذا يا سيد الحكم؟ هل سيذهب بنفسه ليشاهد الحالة أم سينتظر القرار؟ الآن وصلت الإعادة. هذه هي الإعادة. لا أعتقد بأنه متسلل، لكن سننتظر القرار. والكلمة الفاصلة هي بصافرة الطاقم التحكيم. هنا هذه اللحظات. أحمد قاسم، مؤمن سليمان والحديث اللي لا زال. هل الهدف صحيح؟ هل سيحتفل حسين علي أم ستستأنف المباراة؟ لنشاهد. تأخر تقريبا حكم اللقاء أحمد قاسم بإعطاء القرار. تقنية الفار VAR تشيكينج جول. أحمد قاسم. لنشاهد. أحمد قاسم الآن. هل سيصل القرار؟ تشيكينج جول. نعم هدف للشرطة، هدف للقيثارة. سجل حسين علي. نعم سجل حسين علي هدف التعادل للشرطة، وبذلك العودة الآن هدف مقابل هدف، هدف مقابل هدف. حسين علي يسجل بالدقيقة 37 وبذلك أصبحت النتيجة الآن هدف مقابل هدف بعدما سجل لأمانة بغداد باختيار كوسيموف. يسجل حسين علي الآن هدف التعديل. هنا لا يوجد تسلل. نعم المواس لم يكن متسللا وحسين علي ما كذب خبر، وكرة سجلت لهدف التعادل. هدف التعادل يصل بهذه اللحظات. هدف مقابل هدف. شوط أول مميز ما بين الطرفين، فيه هدفين تقاسمها كلا الفريقين، هدف مقابل هدف. والكرة لعبت ولا زالت بوسط الملعب. دومينيك مندي سريعة لا زالت من الطرف الأيمن. هنا انطلاقة تمرير الآن عادت الروح نوعا ما للاعبين فريق الشرطة. لكن خلينا نرجع بالذاكرة شوية. الفرصة اللي يهدرها بنو فلافيو بعد المرتدة اللي كان 3-1 بالنسبة لأمانة بغداد عندما ضاعت، قلت لهم بأنكم ستندمون ليضيع يقبل. هذا هو الواقع، هذا هو واقع كرة القدم على مدار التاريخ. اللي يضيع يستقبل، وهذا ما جرى لأسود العاصمة. الآن تساوت الكفتين، عادت المباراة إلى نقطة البداية.
عادت المباراة إلى نقطة البداية، وبذلك 5 دقائق تفصلنا فقط على نهاية شوط اللقاء الأول. نتحدث عن الوقت الأصلي إن صح التعبير. وبذلك الكرة تلعب من الجهة اليمنى، مناف إلى مندي، دومينيك مندي إلى عبد المجيد، عبد المجيد إلى عبد الرزاق، تلعب من الطرف الأيمن. شاهد بهذه الأثناء بإمضاء اللاعب بيتر غورغيس واللي سجل كلا الهدفين على القوة الجوية. هنا كرة بوسط الملعب، تلعب من الجهة اليسرى إلى اليمين، وهذه انطلاقة بهذا التوقيت دقيقة 40، والشرطة بدأ يتحرك الآن القيثارة، ومن أجل أن تعزف السيمفونيات وأن تعزف القيثارة. وهذا التراجع اللي لا زال ملحوظ لفريق أمانة بغداد. نشاهد الآن بكرة من الطرف الأيمن، تلعب عالية سريعة لا زالت للقيثارة، خطيرة، الله الله الله، هل تجاوزت أو لا؟ هل تجاوزت أو لا؟ لا أعتقد ذلك. استمرارية اللعب، استمرارية اللعب. جبار، طالت عليك يا جبار. الكرة الماضية تحركت المباراة الآن، حركة المباراة الآن صافرة من الحكم أحمد قاسم، يؤكد مخالفة بهذا التوقيت. بطاقة صفراء على الأوزبكي كوسيموف. باختيار كوسيموف حصل على البطاقة الصفراء. سجل هدف جميل باختيار كوسيموف، سجل هدف ولا أروع. وبذلك هنا المخالفة. حكم اللقاء ماذا يؤكد؟ المجيد أبو بكر يطالب حارس أحمد باسل بالعودة لمرماه في لقطة طريفة ما بين اللاعبين. الشرطة بعدما سجل توقف من أجل تشيكن جول لمصطفى سعدون. ممكن أن نشاهد سيناريو غريب، أهداف تسجل وبعد العودة للVAR تقنية الفيديو. شوفها بالإعادة الآن، هل تجاوزت أو لا؟ صعبة من هذه الزاوية، صعبة. خلينا نشوف من أكثر من زاوية. هل تجاوزت أو لا؟ تجاوزت أو لا؟ صعبة صعبة، والقرار سيكون عند الطاقم التحكيم. هل تجاوزت الكرة أو لا يا سيدي الحكم؟ حديث لا زال أحمد قاسم وعلي أحمد للمرة الثانية. الفار يتدخل في دقائق قليلة. لا لم يحتسب، ليس هنالك هدف، لم تتجاوز الكرة الخط. هذا ما وصل عبر حكم غرفة الفيديو علي أحمد. إذن دقيقة 43 وأمانة بغداد والشرطة حبايب حتى اللحظة، هدف مقابل هدف بإمضاء كوسينوف، ومن هنالك حسين علي. هكذا هي الأسماء اللي سجلت الأهداف. والكرة تتحول من الطرف الأيسر. لا زالت الآن بالنسبة للشرطة تلعب سريعا، رأسية لعبت، تحضير لا زال، كرة عالية والرأسية من عبد المجيد الآن. أبو بكر من النيجر بالمناسبة، بالمجيد أبو بكر، وكرة لا زالت، سبق واللعب للميناء، وهنا وسام يتدخل. سلامات تدخل من الحارس وسام علي على اللاعب حسين علي. السلامة. الوقت الأصلي لشوط اللقاء الأول قريب من النهاية، ولا زال التعادل يسيطر على أجواء اللقاء. توقفت المباراة بآخر 7 إلى 8 دقائق لأكثر من مرة. هنا تدخل ممكن تعتبر مخالفة لوسام علي. والحديث لا زال مع الحكم أحمد قاسم، والكادر الطبي يتدخل. سلامات. هذا هو كوسيموف
والحديث مع زيدان عبد الجبار. زيدان عبد الجبار اللي لعب للجوية والنجف والشرطة وكربلاء وأربيل والكرخ. شوف هذه لقطة الهدف الأول اللي سجلها باختيار كوسيموف بتصويبة جميلة باغت حارس المرمى أحمد باسل. هذه هي اللقطة الجميلة بهذا اللقاء. كان من الممكن أن يتصدى لها أحمد باسل، لكن بالأخير الأوزبكي احتفل وسجل هدف جميل. توقف المباراة، متوقف المباراة. الشرطة بالفترة الأخيرة يعاني، الشرطة بالفترة الأخيرة يعاني. القيثارة التي اعتاد جمهورها أن يسمع دائما العزف الجميل. القيثارة أيضا 5 دقائق كوقت بدل ضائع لنهاية الشوط اللقاء الأول. هذه لقطة الهدف التعادل، لا يوجد تسلل على محمود المواس، والتمريرة اللي اصطدت وغيرت مسارها، وبعد ذلك حسين علي صوب وسجل هدف التعادل. نشاهد الآن، هذا هو مصطفى سعدون الظهير الأيمن للشرطة ومنتخبنا الوطني، وبذلك محمود المواس بانتظار استئناف اللعب. دقائق متبقية، 4 دقائق على نهاية شوط اللقاء الأول، ولا زال الحارس وسام علي مستلقيا على أرضية الملعب. هل بإمكان المتابعة وسام علي؟ نتمنى له السلامة، لا نتمنى مشاهدة الإصابات وسط هذه الأجواء الباردة على مستوى حالة الطقس. تكون الإصابة دائما مزعجة للاعبين. وسام علي بإمكانه أن يتابع أو ماذا؟ وسام علي بالمناسبة بديلة الحارس عمار علي صاحب 38 سنة، حارس الخبرة، لكن بإمكانه أن يتابع، بإمكانه أن يتابع. ينهض وسام علي لمتابعة ما تبقى من دقائق لشوط اللقاء الأول. كرة تعود للشرطة، المستحوذ واللي يسيطر على الكرة من كل زوايا الملعب، لكن أمانة بغداد يلعب على المرتدات ويمتلك العناصر الجيدة لترجمة المرتدات إلى أهداف. بعد الفرصة اللي أضاعت من بنو فلافيو، بات يشعر لاعبي أمانة بغداد بأن الأوقات ستكون صعبة وأي فرصة يجب أن تستغل وتسجل. هنا محمود أحمد، محمود أحمد وعلى التنفيذ لامين ساماتا، لامين ساماتا بكرة لعبت لكن الرأسية اصطدت وإلى رمية جانبية. حسين علي يتركها لزميله على التنفيذ. هدف مقابل هدف، تعادل إيجابي يسيطر على أحداث شوط اللقاء الأول. مناف يونس، مناسبة أيضا نبارك للاعب مناف يونس دخول القفص الذهبي قبل أيام قليلة. والكرة اللي لعبت بهذه اللحظات، مناف والتمريرة السريعة اللي لا زالت لأحمد يحيى، يسارية سريعة انطلاق الحسين علي، لكن وسام هو الأقرب في اللقطة الماضية. على ما أعتقد يشعر ببعض الانزعاجات، يشعر ببعض الألم وسام علي، فهو كالفارس المثقل بالجروح رغم الألم، وهو ينهض ليتابع ويقاتل من أجل شعار أمانة بغداد. هنا جبار كريم إلى فلافيو بكرة سريعة الآن. محمود أحمد، تمريرة أولى وثانية. الأقرب هنا أحمد يحيى اليساري المميز، يقطع الكرة اللي لا زالت من الطرف الأيمن، وهنالك صافرة على ما يبدو للإعلان عن مخالفة، ولقطة جميلة مليئة بالروح الرياضية والأخوية ما بين أحمد يحيى وجبار كريم. التدخل اللي كان موجود، جبار كريم وأحمد يحيى. شوف اللقطة، الله يا جبار كريم على هذه الروح الرياضية العالية والمحبة المتواجدة. بالأخير كرة القدم والرياضة بالمجمل تعلمنا على المحبة والتسامح
والروح الرياضية. إذن آخر ثواني شوط اللقاء الأول، الفريقين حبايب حتى اللحظة بانتظار الشوط الثاني. ماذا سيقدم أحمد خلف وماذا سيفعل مؤمن سليمان للبحث عن حصد النقاط الثلاث. كرة لا زالت في وسط الملعب، هذه عالية الكرة ووسام يتدخل، وسام يتدخل، لكن محمود المواس لا زالت قائمة. القيثارة الآن خطيرة الآن، والرأسية أبعدت باللقطة الماضية. لا زالت بهذا التوقيت على اليسار أحمد يحيى يحافظ على كرة، لكن فيها صافية، فيها صافية، فيها صافرة بهذه اللحظات. 3 مباريات اليوم. نعم الساعة الرابعة كانت ديالا والقاسم، انتصر ديالا 3-0، والآن بنفس التوقيت الشرطة أمانة بغداد والقوة الجوية ودهوك. ملعب المرحوم شرار حيدر اللي يحتضن هذا اللقاء، وملعب المدينة الدولي يحتضن اللقاء الجوية ودهوك. لقاء الصقور، ما بين الصقور الوطن وما بين الصقور الجبال، وبذلك هنا وسام علي. وقت البدل الضائع انتهى، ستصل صافرة أحمد قاسم بعد لحظات على التنفيذ. تلعب الكرة الآن من الطرف الأيمن، رأسية وصلت داخل منطقة الجزاء، خطيرة لكنها لعبت وتدخل فيها مناف يونس. آخر هجمات شوط اللقاء الأول، آخر هجمات شوط اللقاء الأول، والرمية الجانبية الآن على التنفيذ. أمانة بغداد على التنفيذ بهذه اللحظات. محمود أحمد يلعب كرة سريعة لفلافيو، فلافيو تدخل الآن، حكم اللقاء يقول لك العب، والكرة اللي وصلت من المواس على الطرف الأيمن لا زالت قائمة، لكن يتدخل فيها عبد الله خلف باللقطة الماضية. هذا هو جبار كريم، سجل هدف الانتصار على نوروز بتصويبة جميلة في الجولة السابقة. كرة لأحمد يحيى الآن، وصلنا ل6 دقائق بعد نهاية الوقت الأصلي. نعم تصل صافرة نهاية شوط اللقاء الأول بتعادل الفريقين. أمانة بغداد هدف، الشرطة هدف. 45 دقيقة انتهت وانقضت. لا تذهبوا بعيدا مشاهدينا متابعينا، استراحة قصيرة ثم العودة لحساب الشوط الثاني. للوسط الى محمد سادات، ضغط على محمد سادات، ممكن الان الكرخ يفعلها، ممكن مامادو، خطيره خطيره خطيره، وهدف اول، هدف اول لصالح نادي الكرخ، هدف اول لصالح نادي الكرخ. الله 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 الله، اللاعب اللي سجل ايضا في مرمى دهوك
ونادي القاسم يأتي ويسجل اليوم من خلال هذه المباراة أول أهداف اللقاء. إذن الكرخ الكناري في ملعبه في هذا اللقاء، الله بذكاء وبطريقة جميلة يضعها في المقص الأيسر لمرمى فريق النفط. لاحظ العمل الكبير من اللاعب مامادو نياس اللاعب الموريتاني، وبعد ذلك هيئها ويسجل فريق نادي الكرخ أول أهدافه في هذا اللقاء. أحمد خالد هل يعدل أو محمد شاكر؟ أحمد خالد يتقدم ويسجل هدف التعادل، هدف تعادل لفريق النفط. أحمد خالد يسجل هدف التعادل لفريق النفط من ركلة جزاء، هو من صنع ركلة الجزاء أحمد خالد، وهو من سدد ركلة الجزاء أحمد خالد ليسجل على يمين حارس المرمى محمد شاكر ليعدل النتيجة لفريق النفط في مرمى الكرخ. 1-1. إذن الكرخ يتقدم أولا والنفط يعادل في نهاية الشوط الأول. هل يقلب الطاولة فريق النفط على الكرخ قبل نهاية الشوط الأول داخل منطقة الجزاء؟ ممكن الآن محمد عدنان، المحاولة تستمر، ستار ياسين يحاول أن يمر ستار، ومحمد سادوت يسجل هدف ثاني. الله 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 على هدف جميل. بعد العودة إلى الفار والقرار في الأخير يأتي باحتساب هدف لفريق النفط. لاحظ الإعادة، لاحظ هذه التمريرة، الله على المرور لستار ياسين اللي هيئها لمحمد سادات. النفط عائدة إلى المدافع ياكوبو، وهدف تعادل. الله 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 على محمد خالد، الله على اللاعب المميز، الله على محمد خالد. كرة ولا أروع عن طريق اللاعب محمد خالد يدرك التعادل لفريق الكرخ. ويا كوفي، لاحظ الإعادة، غير متسلل محمد كوفي، لكن مر بهذه الطريقة وقوي. الله هوب بالمباشر في المرمى ليسجل هدف التعادل لفريق الكرخ. الله على كرة جميلة من محمد خالد كوفي يسجل من خلال هدف التعادل لفريق نادي الكرخ لتصبح النتيجة 2-2 الآن. 2-2 الآن ما بين فريقي النفط والكرخ. من الحارس كميل سعد، خروج لمحمد حميد، ماذا تفعل يا محمد حميد؟ يا الله، جول 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 جول، هدف أول لنادي أربيل، خطأ لا يغتفر من محمد حميد. خروج غزبكي شيرزاد تيميروف، شوط كميل سعد هو الذي صنع الهدف، الأسيست لكميل، وتيميروف يضع كرة الهدف الأول. شوهد كميل، نعم لم يكن متسللا تيميروف، لكن خروج محمد حميد فيه أكثر من علامة استفهام، ويجب على الحارس عندما يخرج يجب أن يحسم الأمور. ماذا تفعل يا محمد حميد؟ والهوليري يتقدم على القرماوي. شاهد الإعادة من أكثر من زاوية، حل من قبل علي علوان، هنا التمريرة وراسية. يا الله، أتكلم عن الحلول، أتكلم عن الحل لدى علي علوان، وبالفعل تمريرة الأردني بالمقاس بالقلم والمسطرة على رأس مؤمل في ملعب دهوك. شاهد تمريرة علي علوان. يا الله على التمريرة، أتكلم عن الحلول لدى علي علوان، وبالفعل كأنه سمع صوتي، كأنه سمع كلامي، ولعب الكرة بالمقاس على مؤمل عبد الرضا الذي انسل من خلف الدفاعات الأولانية، ووضع كرة التعادل في مرمى أربيل. إلى تيميروف الخطير، تيميروف إلى مصطفى قابيل. يا الله يا قابيل، يا الله يا قابيل، يا الله يا قابيل، يا الله، جول، هدف جميل ولا أروع. أي أسيست يا قابيل إلى معتز، كأنك بأربع عيون، كأن لديك كاميرا خلفية. أكيد يقبل الهدية من قابيل، أي هدية أي هدية. مثلث الرعب الهجومي، تيميروف إلى قابيل، وقابيل إلى معتز، ومعتز وضعها في الشباك، صعب على محمد حميد، ولامست أيوب مودن وسكنت الشباك. نعم يا قابيل، نسبة كبيرة من الهدف بصمود الرجال داخل الملعب. الإكوادوري
بالأراضي العراقية. عالية الكرة، جول الأنيق، يسجل الطلاب أول الأهداف. وحبيتك لقيتك مثل الجبل شامخ، طلابي ويا عشقك جنن الناس، طلابي ويا عشقك جنن الناس. اي نعم، اي نعم، سيف رشيد يبصم على أول أهداف اللقاء بصناعة إكوادورية، بصناعة إكوادورية من داريو فابيان، يسجل من خلال هالأنيق أول أهداف اللقاء، أول أهداف اللقاء. تركيز عالي، سايمون ماسوبا وأحمد بشار ماسوبا. الله 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 الله، عندما يتكلم التاريخ، عندما تحضر العراقة. ذلك الآن النتيجة أصبحت هدفين مقابل لا شيء بالنسبة للطلب. تستمر والمصاعب إن صح التعبير على نادي دهوك. المباراة الرابعة من دون انتصار، الجولة الرابعة حتى اللحظة من دون نقاط، من اقليم كردستان حتى العاصمة بغداد من اجل التعويض وممكن هدف للتقليص. جول، حلقت صقور الجبال. نعم، حلقت صقور الجبال، لا يتأثر الصقر بالعواصف. كريم درويش، الخطة الذكية اللي لعبت بالمخالفة باللقطة الماضية، وهنا ما كذب خبر، وصل بالتوقيت المناسب وسجل كريم درويش هدف تقليص النتيجة. لم ينظر إلى المرمى، فهو يعرف طريق المرمى جيدا وسجل هدف للتقليص. الله 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 على صقور الجبال دهوك. من جانب عبد المجيد الحسين علي، العرضية تصطدم بالزحمة الدفاعية، يفضلون الرمية أو الاحتفاظ. نعم، ممتاز يحتفظ بها، ولكنها تعاد كالعادة لفائدة الشرطة. خطيرة، الله الله بسيناريو المباراة الماضية، بسيناريو القيثارة، تعزف السيمفونية، يعزف اللحن الأول بألحانهم بقيادة الموسيقار، بقيادة الفنان، بقيادة الفرعون مؤمن سليمان. الهدف الأول في الربق الأخير، أحمد يحيى هو من فك الشفرة، هو كلمة السر، هو من يلفظ كلمة الانتصار لمصلحة القيثارة. الله، بعد صمود أكثر من 93 دقيقة بمحاولات مستمرة. الله بس حدثني على الأسيست، على التحضير، على التمرير. مشاهدينا الكرام، نعم، بصناعة بأسيست خرافي خالد من جانب محمد داود. أجمل من الهدف وأغلى من الهدف وأغلى من الذهب أيضا. تبقى المحاولة لزاخو، باحث ضاغط. بداية المباراة، البداية القوية بالنسبة للقمصان الحمراء. عالية ديبوتي، جول. ديبوتي أعلنها ديبوتي. أطلق العنان وأطلق الأفراح على المدرجات. ديبوتي بكرة أولى بهدف أول، بكرة أولى بهدف أول. هذا ديبوتي، جول لأبناء الخابور. شوف أورينها بكرة عرضية عالية. الله 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 على الكرة، الله على الضربة الرأسية على يمين حارس المرمى هاني شاكر. هدف مبكر لأبناء الخابور، هدف مبكر للمستضيف، هدف مبكر للقمصان الحمراء. ديبوتي أعلنها وأبعدت الآن عن طريق محمد علي عبود. ديبوتي انطلق، ديبوتي لو مرر لشيركو خطير للثاني. الله 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 الله، جول ثاني، هدف ثاني لشيركو.
هدف ثاني لأبناء الخابور، جول ثاني، سجل الثاني. أفرح أنصاره ويا سعادة على المدرجات ويا فرحة كبيرة على المدرجات. تطلق الآن بعد تسجيل الهدف الثاني عن طريق شيركو كريم. استلم الكرة وما كذب خبر، ما كذب خبر. شيركو استلمها من ديبوتي، وبعد ذلك سدد الكرة ليتقدم زاخو بهدف ثاني. الحالة السليمة، هنا التسديدة، هنا الكرة في قلب المرمى، في وسط المرمى، ليتقدم زاخو بهدفين مقابل لا شيء. لاعب يتحرك في كل أرجاء الملعب. شيركو بتنفيذ مباشر. جول ثالث فعلها شيركو بمساعدة المدافع. هدف ثالث لأبناء الخابور، هدف ثالث لزاخو. اي نعم، هدف ثالث. وافرحي يا انصار زاخو، افرحي يا انصار ابناء الخابور بهذا التقدم بثلاثية في الدقيقة 44. الكرة تأتي من شيركو كريم، ابعدها حارس المرمى، ولكن اصطدت بالمدافع وعادت الى المرمى لتسكن الشباك، ليسجل الثالث، ليتقدم بالثالث. هكذا كرة القدم عندما تكون الأمور. وبالتالي كريستيان الصربي توجست من خلال هذا اللقاء. جول الله أمجد عطوان. الله يا أمجد، الله على أمجد عطوان مع انطلاقة الشوط الثاني، مع بداية الشوط الثاني، مع بداية قوية. والدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني سجل أمجد عطوان هدف جميل بتسديدة رائعة، بتسديدة ولا أروع بظاهر القدم اليمنى. سجل أمجد عطوان الهدف الرابع. رباعية زاخولية. الله 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 على كرة الرابع، الله على الهدف الرابع. الكرة اصطدت بالقائم، بعد ذلك تسكن الشباك. أيمن الصفاقسي على التنفيذ. أيمن قدم وجول. جول 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 جول. أيمن يسجل أول أهدافه هذا الموسم من ركلة جزاء بالدقيقة 9 من عمر المباراة. أيمن الصفاقسي يسجل أول الأهداف في هذا اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 9 أمام هذا الجمهور اللي قادم من محافظة ديالى ويمن الزلفاني الهادي والطامح للعودة بعلامة كاملة وتصدر ترتيب دوري نجوم العراق. شوف قدم أيمن وسجل أول أهداف المباراة من ركلة جزاء بالدقيقة 9 من عمر المباراة. المباراة راح تحلو بعد أن سجل أول أهداف المباراة. الهدف اللي يحمل رقم 87 هذا الموسم. ميدراندا يحاول يسدد من بعيد و
إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، نجدد التحية أنا وإياكم. إذا انتهى شوط اللقاء الأول بالتعادل إيجابي ما بين أمانة بغداد والشرطة بهدف مقابل هدف. سجل لأمانة بغداد بختيور كوسيموف في الدقيقة الثامنة من شوط اللقاء الأول، ثم عدل النتيجة حسين علي للشرطة في الدقيقة 37. الآن شوط ثاني، 45 دقيقة أخرى ستكتب ما بين الطرفين. أصبح الشرطة من يسار الشاشة بألوانه الخضراء، وأمانة بغداد من يمين الشاشة بألوانه البيضاء. لا زال حكم اللقاء أحمد قاسم من يقود هذا اللقاء، والفريقين بطموح عالي يعلمون تماما مدى صعوبات الشوط الثاني. فهل يقلب الطاولة المصري مؤمن سليمان مع الشرطة، أم سيكون هنالك كلام آخر لأحمد خلف مع أمانة بغداد؟ إذن زيدان عبد الجبار غادر وشارك اللاعب إبراهيم حميد. هكذا هي الخيارات بالنسبة لأمانة بغداد. أحمد خلف وإجراء التغيير الأول بالشوط الثاني، وهنا الصراعات البدنية. أحمد قاسم قريب جدا، كرة تلعب عالية من الطرف الأيمن، رأسية وإبعاد عن طريق اللاعب عبد الله خلف، لا زالت لمصطفى سعدون، والصافرة يؤكدها أحمد قاسم بمخالفة أو ماذا يا سيد الحكم؟ ننتظر ما هو القرار. هل تجاوز الخط؟ هل في داخل منطقة الجزاء أو خارجه؟ ما هو القرار يا سيد الحكم؟ بداية مشتعلة بشوط اللقاء الثاني، بداية مشتعلة. لنشاهد، لننتظر، لنترقب ماذا يؤكد حكم اللقاء. شوف مصطفى سعدون، دخول ممتاز خارج المنطقة على ما أعتقد، خارج المنطقة على ما يبدو. نعم مخالفة، ركلة حرة مباشرة للشرطة، وأحمد قاسم قريب جدا من هذه الحالة، يؤكدها للشرطة. سينفذها دومينيك مندي اللاعب السنغالي، وبذلك الأمور لا زالت قائمة. الدقيقة 48 شوط اللقاء الثاني. أي مفاجآت مخبأة لنا بهذا الشوط؟ أي سيناريو سيكتب بالنسبة للطرفين؟ أي مفاجآت سنشاهدها بالنسبة للفريقين؟ أيضا هنا المخالفة، هنا الشرطة، هنا القيثارة. لننتظر، لنترقب. هل مخالفة الآن؟ دومينيك مندي والمواس وحسين جبار، والحديث على الكرة من سينفذها قريبة جدا. شاهدنا اليوم على مستوى الحديث عن الكرات الثابتة في مباراة دياله. سجل اياد عبد فرحان على القاسم ركلة حرة، واليوم او عفوا في هذه المباراة سجل باختيار كوسيموف ركلة حرة. والآن الدور للشرطة، فهل يفعلها دومينيك مندي أو المواس؟ من سينفذها؟ الشرطة الآن، القيثارة تريد أن تعزف تصويبة قوية، لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيسر بعدما اصطدت بأحد اللاعبين وغيرت مسارها إلى خارج الملعب. شوفها بالإعادة، دومينيك مندي صوابها قوية، لكن الحائط البشري تصدى للكرة، على ما أعتقد هو اللاعب فلافيو. أيضا الكرة إلى خارج الملعب، هذا الملعب الجميل، ملعب المرحوم شرار حيدر اللي يحتضن هذا اللقاء حساب الجولة التاسعة ضمن منافسات دوري نجوم العراق. الركنية الثامنة للشرطة من دون أي ركنية لأمانة بغداد. على التنفيذ الآن المتخصص محمود المواس، والكرة العالية وصلت من الطرف الأيمن. مصطفى سعدون، تمريرة لا زالت، المواس انطلق، المواس عرضية، لا 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 لا، وسام علي. وهنا الأعصاب والتوتر. أيمن رزيج غير راضي عن ما يحصل من زملاء بهذه اللحظات. كرة تعود الآن، استعاد الثقة لاعبي الشرطة، استعادوا الثقة ودخلوا بأجواء اللقاء بصورة أكبر. كرة تحولت من الطرف الأيسر. منافسات دورينا مستمرة، جولات دورينا قائمة، حتى وإن كانت على مستوى ضغط المباريات خاطئة تمريرة. أمانة بغداد، فلافيو الآن تمريرة لا زالت، تحضير من الطرف الأيمن، هل يصوب من هذا المكان؟
هي ليلة الأوزبكي، هي ليلة الأوزبكي. كوسيموف يسجل الثاني لأمانة بغداد. الله 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 على عرضية، والله على رأسية، وعلى هدف ثاني لأسود العاصمة. أسود العاصمة يسجل ثاني أهدافه. وأي كرة لعبت، وأي تمريرة مررت، وأي إنهاء، وأي فينيشنج عالي قدم الأوزبكي كوسيموف. باختيار كوسيموف يسجل ثاني الأهداف في الدقيقة 51. شوفوا بالإعادة، هي بدأت، هي انطلقت. محمود أحمد قدم له كرة على طبق من ذهب. محمود أحمد، شوف هي بدأت من فلافيو اللاعب الأنغولي، مررت من هنالك، وصلت لمحمود أحمد عالية. يا عيني يا عيني، باختيار كوسيموف يسجل ثاني أهداف أسود العاصمة. ثاني أهداف أمانة بغداد بهذه اللحظات، الدقيقة 51. وماذا يحصل وماذا يجري للقيثارة الخضراء؟ يعاني ولا زالت الأمور صعبة، والكرة تحولت من اليسار. أي أحداث، أي أمور تحصل داخل الملعب تغيرت، وأي إضافات بالنسبة لأمانة بغداد. هو تغيير واحد، وهنا التمريرة اللي وصلت من محمود أحمد إلى باختيور كوسيموف اللي سجل كلا الهدفين بالنسبة لأمانة بغداد. فلافيو والانطلاق، لكن أحمد باسل هو الأقرب. أحمد باسل والكرة من اليسار لا زالت قائمة بوسط الملعب. دومينيك مندي يمرر الآن لعبد الرزاق. عبد الرزاق، مؤمن سليمان ماذا سيفعل بالدقائق القادمة؟ هل نشاهد التغييرات؟ هل نشاهد الدماء الجديدة؟ مصطفى سعدون بكرة عالية تحولت للمواس، لكن محاصر المواس، يقطعها المواس وغادرت إلى خارج الملعب. المباراة الآن سيكون لها طابع مختلف. سنشاهد مباراة مختلفة ما بين الطرفين، سنشاهد أمور مختلفة لنشاهد وننتظر أي متعة تخبئ لنا هذه المباراة. الشرطة لا زال يعاني بعد القدوم من خسارة أمام الطلبة، ومن خسارتين على مستوى القارة الصفراء بدوري أبطال آسيا النخبة. أيضا هنا ليلة تصحيح المسار لا زالت صعبة على الشرطة. أمانة بغداد يؤكد بأنه انتصر على الطلبة وعلى نوروز، ليست بالصدفة، بل هم عازمون على تحقيق الانتصارات بأي مباراة، وأي خصم يواجهونه فهم قادرون على تحمل المسؤولية. هذا ما حصل، هذا ما قدم، هذا ما شاهدناه. كرة تلعب بصورة سريعة عن طريق لامين ساماتا، كرة لفلافيو، انطلق الآن الأنغولي. فلافيو والسرعة، فلافيو والدخول، فلافيو والثالث، لكن الكرة إلى خارج الملعب. أي أداء يقدم أمانة بغداد اليوم، أي أداء يقدم أمانة بغداد اليوم. ليلة المفاجآت على مستوى الكبار. بنفس التوقيت القوة الجوية ودهوك متقدم بهدفين مقابل لا شيء على القوة الجوية، وهنا أمانة بغداد يتقدم على الشرطة بهدفين مقابل هدف. أي مباريات، دورينا ومنافساته، دورينا ومبارياته، دورينا ومفاجآته، دورينا وحكاياته. كل هذه الحكايات الجميلة تكتب بأجمل سيناريو على مستوى دوري نجوم العراق. كل من يتابع معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي مستمتع بأحداث دورينا. أي نعم التوقف أثر على اللاعبين، لكن هنالك الرغبة موجودة، وسيعودون تدريجيا للدخول لأجواء الدوري. توقف، أي نعم هنالك إصابات تعالجت بفترة الإيقاف، أيضا لا يجب أن ننسى ذلك، لكن بذلك مخالفة الآن يؤكدها الحكم أحمد قاسم بالنسبة لفريق الشرطة اللي لا زال متأخرا أمام أمانة بغداد. محمود المواس سينفذ هذه الركلة. فبالإعادة التدخل اللي كان موجود على أحمد يحيى، عملية السحب من لامين ساماتا أكدها الحكم أحمد قاسم، هو قريب جدا من هذه الحالة. أيضا ركلة حرة مباشرة نوعا ما من مكان بعيد، لكن المواس لديه ذكريات طويلة من هذا المكان،
لديه أهداف غزيرة من هذا المكان. هل يفعلها نسر من نسور قاسيون؟ هل يسجلها محمود المواس؟ المواس لكن وسام علي لا زال متألقا بهذا اللقاء. على التنفيذ ضربة ركنية 8 أو 9، هذه الضربة الركنية لنشاهد ذلك. القيثارة الآن على التنفيذ الآن، المواس الآن، اللحظات الصعبة. نعم الركنية 9 تنفذ سريعا رأسية لكنها طالت الدقيقة 56. الأمور لا زالت صعبة، الأمور لا زالت مستعصية. يبحث القيثارة عن الحلول، يبحث في أمانة بغداد عن هدف ثالث من أجل الاطمئنان. ليلة استثنائية على مستوى دورينا، والأمور لا زالت قائمة ومشتعلة ما بين الطرفين. الكرة وصلت لجبار كريم يحاول، لكن كرة تمرت إلى خارج الملعب. الأمور لا زالت والمباراة لا زالت قائمة، والمتعة حاضرة والشغف متواجد والرغبة كذلك متواجدة. لكن الحديث عن الأهداف، خلينا نتحكم برتم اللقاء. الحديث عن الأهداف يعني أمانة بغداد وبأهداف وبرأسية باختيار كوسيموف تقدم بثنائية مقابل هدف. أما الشرطة سجل لهم حسين علي بالدقيقة 37. كرة تلعب الآن من اليسار، اصطدت وبعد ذلك تحولت إلى خارج الملعب. تكلمنا عن كوسيموف نجم اللقاء حتى هذه اللحظة اللي أمامك بالصورة، الأوزبكي المميز الذي اختار أن تكون ليلته المثالية الليلة ما قبل الأخيرة لنهاية هذا العام، وبذلك عريس هذه الليلة لا زال. والرمية الجانبية تنفذ من اليسار، والعودة مرة أخرى إلى خارج أرضية الميدان. الشرطة يعاني، الشرطة في وقت لم يشعر به لاعبين الشرطة منذ 4 مواسم. أتحدث عن بطل الدوري ل4 مواسم على التوالي، أتحدث عن الإنجازات والألقاب والأرقام والإحصائيات التي كتبت بأحرف ذهبية سيخلدها التاريخ. لكن اليوم نعيش الحاضر، نعيش الواقع. الشرطة ليس بأفضل أحواله. الكرة تلعب الآن دومينيك مندي السنغالي بتمريرة وصلت من اليسار. هذه انطلاقة لا زالت، محاولة للقيثارة، محاولة للشرطة، تلعب سريعة لكن الأقرب الخط الدفاعي. تحدث عن الخط الدفاعي، وهنا الإبعاد عن طريق اللاعب أيمن رزيج. والكرة إلى رمية تماس، رمية جانبية تلعب. دومينيك مندي يلعب بالنار، والكرة مقطوعة لفلافيو. مواجهة ما بين الأنغولي والسنغالي، وبذلك يتفوق السنغالي، والكرة تعود إلى رمية تماس. رمية جانبية بهذه اللحظات، رمية جانبية بهذه الأثناء. الأمور لا زالت صعبة، الأمور لا زالت مستعصية، لكن هنالك أوقات كثيرة، يعني تقريبا 33 دقيقة على نهاية اللقاء. وهنا مشروع المرتدات للبحث عن الأطراف، لكن تمريرة وصلت. المواس يقف على كرة تأخذهات أولى والثانية، ثالثة لا، الثالثة لا، لم تكن ثابتة. لكن هنا الضغط العالي وأمانة بغداد بكرة وصلت لعبد الله خلف. زاد بالسرعة وانطلق عبد الله خلف. هذه كرة عبد الله خلف يحاول الآن بكرة لا زالت تمريرة لكن طالت، وهنا عادت، وهنا الصراع. عبد الله خلف يا جماعة المباراة اشتعلت، المباراة ولعت، الأحداث المميزة. وكرة من اليسار الآن، تمريرة وصلت عن طريق عباس ياسين يحاول أن يجد السبيل، يحاول أن يجد الطريق، لكن الشرطة حاضرين. والكرة تعود للأمانة، وهنا للأسود، وهنا لأتيبا. أتيبا لازال غائبا حتى هذه اللحظة. المواس بمواجهة، لكن الأقرب وسام علي. شوف وسام يحاول تهدئة الأوضاع، كسب البعض من الوقت لزملائه للراحة على مستوى اللياقة البدنية، وبذلك الأمور لا زالت صعبة بهذا اللقاء. كرة لعبت عالية وتجاوزت خط المنتصف، ودومينيك أو عبد المجيد، هذا عبد المجيد مبكر. رمية جانبية الآن، هذا هو دومينيك مندي قادم من النجف على التنفيذ بكرة لعبت بهذه الأثناء لمصلحة أمانة بغداد. تنقل من الطرف الأيمن
عالية أصبحت داخل منطقة الجزاء، لكنها اصطدت وغيرت مسارها، والكرة لا زالت والمطالبة، لكن حكم اللقاء يقول لك العب مبدأ إتاحة الفرصة، وبذلك الكرة بالانطلاق من الجهة اليسرى. أحمد خلف اللي يقدم مفاجآت، مدرب فريق أمانة بغداد الذي وصل لقيادة الفريق للفوز على نوروز، والآن يبحث عن انتصار على الشرطة، لكن نصف ساعة متبقية. هل بإمكان أمانة بغداد أن يبقى محافظا على هذا التقدم؟ هل يبقى أمانة بغداد محافظا على هذا التقدم؟ كرة من الجهة اليسرى للقيثارة، الأخضر يحاول، الشرطة يحاولون لتصحيح المسار والعودة والتعديل، يريدون قلب الأمور وقلب الطاولة، لكنهم يواجهون فريقا عنيدا. كرة من اليسار انطلاقة، هذه محاولة لا زالت الآن سريعة تنقل لأمانة بغداد، لكن الأقرب دومينيك مندي لأحمد يحيى، يقف على كرة تأخر فيها، وهذا ما يريده أمانة بغداد، أن يقطع الكرة ويبحث عن مرتدة بكرة لعبت، لا زالت هدف ثالث قريب. كوسانوف يلعب كرة سريعة لفلافيو، سقط أرضا فلافيو، والكرة لمناف. ماذا يحصل للشرطة؟ ماذا يجري للقيثارة؟ مواس استلم، أتيبا انطلق، ليونيل والمواس يحاول، عالية، بعيدة يا المواس، هذه الكرة. هنالك تغييرات على ما أعتقد. نعم، محمد داود هو القادم، محمد داود اللي لعب للنجف والنفط، يغادر مصطفى سعدون، يشارك محمد داود، يركز على الجهة اليمنى مؤمن سليمان وأحمد فرحان، أيضا حسين جبار يغادر ويشارك أحمد فرحان ابن البصرة اللي لعب لنفط البصرة والميناء. أيضا تغييرين على التوالي أو بنفس التوقيت، مؤمن سليمان بإضافة أحمد فرحان ومحمد داود، والكرة تلعب ضعيفة من وسام علي. كرة لا زالت الآن، أول لمسات محمد داود، تلعب الكرة لأتيبا، وسام علي يتدخل بهذه اللحظة. الشوط الثاني تغيرت الأمور، تغيرت المعطيات، تغيرت الأسماء، أضافت الروح، أضافت الرغبة، كل هذه الأمور نشاهدها بهذا اللقاء. مباراة تقدم بأجمل صورة ممكنة، لكن المفاجآت لا زالت مستمرة، ليلة المفاجآت لا زالت مستمرة. ولا أتحدث عن مفاجأة أمانة بغداد أن يتقدم على الشرطة، فالشرطة نعلم تماما بأنه يعيش فترة صعبة، وأيضا أمانة بغداد المنتعش، لكن هنا القيثارة والتصويب، لكنها مرت. أول لمسات أحمد فرحان، أول محاولات البديل اللي شارك قبل لحظات. تحدث عن أمانة بغداد يعني فريق قادم من انتصار، يعني أمانة بغداد لعب 8 مباريات حتى اللحظة، انتصر ب4 وخسر ب4، خسر من ديالا ومن الموصل ومن النفط ومن النجف، لكن أيضا بالمقابل انتصر على فريق القاسم وعلى نفط ميسان وعلى الطلبة وعلى نوروز، وقادم من انتصارين على التوالي حساب الجولة 7 و8 على الطلبة وعلى نوروز. يعني ليس بالمفاجئ أن يتقدم على الشرطة أمانة بغداد، فريق مميز يقدم أحداث جدا ممتازة، وبذلك الأمور لا زالت صعبة على الشرطة. لنشاهد، لننتظر، لنترقب، أمور ستكون جدا مميزة بهذه الدقائق المتبقية. نحن نعيش أنا وإياكم بالدقيقة 64، هنالك أوقات طويلة متبقية للشرطة إذا أراد أن يقلب الأمور، ولأمانة بغداد إذا أراد أن يسجل هدف ثالث. كل هذه الأمور تحت الطاولة، يعني كل شيء وارد، الأمور لا زالت ننتظرها أنا وإياكم، وبذلك الأحداث. وهنا أمانة بغداد، هنا أسود العاصمة، والكرة طالت إلى اليسار، لم تغادر بعد. الأمور لا زالت مستمرة، الأحداث لا زالت مستمرة، والشرطة لا زال يعاني. هذا شيء طبيعي، تكون متأخر الفريق اللي أمامك يتراجع للخطوط الدفاعية، وبذلك سيبحث من خلال العرضيات أو اللعب على الأطراف بإضافة محمد داود من اليمين وأحمد فرحان من اليسار. هكذا هي قراءات مدرب فريق الشرطة مؤمن سليمان، هذا ما يريده. وبذلك الكرة إلى خارج الملعب، هذا أحمد فرحان اللي شارك قبل لحظات قليلة وهدد مرمى الحارس وسام علي. أيضا رمية جانبية، رمية تماس لفريق أمانة بغداد ينفذها اللاعب لامين ساماتا، وبذلك التمريرة لا زالت للشرطة. المواس يختار العودة بكرة لعبت من الطرف في الأيسر، هنا المحاولة لا زالت،
بوسط الملعب، تمريرة خذوهات مع دومينيك مندي. عبد الرزاق قاسم تحضير وصل على اليسار الآن، انطلاق الآن، السرعة الآن، العرضية اصطدت والكرة لا زالت وقطعت لأمانة بغداد. قطعت لأمانة بغداد والكرة تلعب من الطرف الأيسر. لا زالت الأمور عبد الرزاق قاسم، الأحداث الصعبة على الشرطة، لكن هنالك متسع من الوقت. كرة تعود من عبد المجيد أبو بكر. أحمد باسل يلحق الكرة، أحمد باسل يلحق الكرة والكرة تصل من الطرف الأيمن. هنا تلعب بهذه الأثناء، لا زالت قائمة رأسية لعبت. شوط ثاني مثير، شوط ثاني جميل، شوط ثاني مليء بالندية والحماس. طالت عليك يا آتيبا والكرة تلعب بهذه اللحظات. كرة لا زالت دومينيك مندي، انطلاق الآن، محاولة الآن عبد الرزاق للمواس، تغيير المراكز، تغيير الأسماء، انطلاق للقيثارة، انطلاق للقيثارة، العرضية العالية داخل منطقة الجزاء. محمد داوود والكرة اصطدت. الله الله على كرة أهدرت ومرت من عبد الرزاق قاسم، مرت بمحاذاة القائم الأيسر لحارس المرمى وسام علي. سيمفونية بدأت تعزف، أوتار القيثارة بدأت تتصلح، وهنا الكرة بعد ذلك الذي هيئها محمد داوود بصورة ممتازة. وصل عبد الرزاق وصوب إلى خارج الملعب.